بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنما سمي المسلم مسلما لأنه يستسلم لله. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. الاستسلام لله بمعنى تحكم الوحي، بمعنى تجي آية وانت مثلا في نفسك بعض الحرج لا تستسلم لأمر الله وانت منشرح الصدر. في هذا قصة وقعت في تحكيم الوحي في قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير بن العوام وهو ولد عمة النبي صلى الله عليه وسلم اختصم مع جاره، بين زوج كان عندهم بساتين بحاير يفلحوا فيها. فالزبير رضي الله عنه كان يسقي، ومن بعد لما يكمل السقيا يطلق الماء لجاره. هذاك جاره هذاك يعني شاف بلي راهو يطول عليه: علاش تحبس الماء؟ لماذا تمسك الماء؟ خليه يمشي وين الحق ليا ولا الحق ليك، ولا علاش تحبس؟ ودي منه شويه برك. فتخاصما وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بيناتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب روح ونفس هذا الصحابي الثاني، فقال للزبير، الزبير ولد عمته عليه الصلاة والسلام، ولا شك الصحابة كلهم يستسلمون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد كيحب واحد معليش يقول لك تجي عليه، هذا ويحبني ويفهمني، على باله علاش ما عطيتلوش حقه كامل، موش حيغيضوا الحال ولمصلحة الجميع. قد أجتهد أحيانا في مثل هذا، فلعله والله أعلم هذا الذي وقع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي، يمسك الماء يسقي، فإذا سقى أرسل الماء إلى جاره. فوش قال هذاك الرجل الثاني؟ قالوا: آن كان ابن عمتك، يعني كي ولد عمتك على بها قلت له حبس الماء وسقي، علاش ما خليتوش أسيدي نسقي أنا الأول وكي نكمل يعاود يطلع عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام انتقل من العدل أو من الفضل إلى العدل، فقال للزبير رضي الله عنه، قال له: اسقي وأمسك الماء، معناتها اسقي البستان تاعك وحبس الماء حتى يتعمر، خذ حقك كامل، بعد ذلك أرسل الماء، دير انت حد هاك سقيت ومن بعد يطلع الماء كي يلحق لهذا الحد يجوز ويروح لجارك. انت المهم هاك خديت واش تستحق وديت حتى الخزان تاع الماء اللي يكفيك. مع الأول النبي عليه الصلاة والسلام عامل هذا الصحابي، عامله يعني تفضلا منه، هذا الرجل الثاني اللي كان خصم الزبير رضي الله عنه. فلما فعل هذا الأمر الإنسان ما عرفش قيمة وش دار له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شافوا أنكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كي ولات هكذا أما لا أدي أنت حقك كامل. لأنه بعض الناس كي يدير فيه مزية يشوف هذه المزية حق، ما يعرفش بلي مزية. ندير لك مزية ما كاش مشكل في سبيل الله، بصح نبين لك الحق تاعك وندير فيك مزية باش تعرف لي هذيك الزيادة هي مزية ماهيش حق. الحق هو العدل، أما الفضل محبة خاطر. هذه تقع كثيرا الآن في المجتمعات، خاصة عند الميراث، عند الحقوق. وكان بعض الناس يجيو يصلحوا ويديوا حقوق بعض الناس، لا، كي تجي للصلح يكون بالعدل، كل واحد يعرف حقه، بعد ذلك اللي حاب يسمح في حقه يسمح. قال الزبير رضي الله عنه: أحسب أن هذه الآية نزلت في، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسلمينهم كتفين لشرع، يعني ربي سبحانه حلف وربك ما مش رايحين يامنوا،
الإيمان الواجب اللي يدخلوا به الجنة، حتى نهار يحكمون الوحي. يا سيدي أنا نسقسي العالم، نسقسي المفتي، نسقسي كذا، إذا بان هذاك الحق أسلم له تسليما حتى صدري وأنا منشرح الصدر. يا ربي جات من عندك، سمعنا وأطعنا. نتأكد فقط بلي جات من عندك وبلي فهمتها كما لازم تتفهم. فإذا قرينا هذه الآية نعرف بلي قصة وقعت مع الزبير رضي الله عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتسليم لشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.